you doing? Shut your ass up, man. بيبدأ فيلم النهاردة على شرطي متخفي اسمه جيمس مع عصابة، وكان طالب منهم جواز سفر، بس هو كان عايز يقابل شخص اسمه عمر رئيس العصابة، ولما قالوا له ما ينفعش سابهم وراقبهم، بس جات رسالة لواحد فيهم انه شرطي وبدأ يطاردهم، ومسك واحد منهم في الاخر ودخله المستشفى. ظهر بعد كده شخص بيلعب العاب فيديو اسمه بن ومسمي نفسه بلاك هامر، وهو بيلعب جت خطيبته ووقفت قدامه وخسر وطلع من اللعبة وقال لها انه قدم في الشرطة ومش عاوز يقول لاخوها، وواضح انه كان بيخاف منه. قالت له لازم تقول له. ظهر رئيس المفتشين وكان بيحاسب جيمس اخو البنت اللي مع بلاك هامر، وبيقول له ضيعت شهرين عشان تدور على عمر بدون فايده، وامرهم يخرجوا هو والاتنين اللي كانوا معاه. ولما طلعوا قال لهم جيمس انا هفكر وانتوا تنفذوا، وبعدها جه جواب لبلاك هامر انه بقى في اكاديميه الشرطه. فرح جدا وباين عليه كان عبيط قوي. وجيمس راح لاخته في البيت وقعد يتخانق معاها عشان بلاك هامر ده لانه مش عاجبه، وهي قالت له انها بتحبه، واشتغلوا في الخناق. ولما فاق بلاك هامر حاول يكلمه بس جيمس سابهم ومشي، وجري وراه بن وقال له انا اتقابلت في اكاديميه الشرطه وممكن نبقى شركاء. وتخيل جيمس انه طلع مسدس وقتله، وبعدها بشويه فكر جيمس في حيله ان هو يخليه معاه يوم كامل ويمتحنه، وكان مدبر له مكايد كتير قوي علشان يتخلص منه، ووافق. وراح لهم جيمس الصبح، ولما صحيوا لقوه قدامهم واترعبوا طبعا. جيمس خد بن وطلعوا وراحوا القسم، والمفتش كلم جيمس وقال له كفايه متابعه لعمر، بس جيمس كان مهووس بعمر ومش ناوي يسيبه، بالرغم من ان عمر ده رئيس عصابه ومحدش شاف وشه لحد دلوقتي حتى رجالته. وراح بعد كده جيمس الشرطيه وقال لها انا عاوز كل الامور المزعجه النهارده، ورمزها كان 126. مشوا بالعربيه وجيمس قال له النهارده يوم تدريبك واعمل كل اللي بقول لك عليه، وبلغتهم الشرطيه في القسم ان في حاله 126. راحوا لها فورا، وكان في حانه بيشتكي صاحبها من موتوسيكلات مركونه بقالها كتير. نزل بن وقعد يتكلم معاهم بس هم كانوا هيحطوا عليه. وفي الاخر لحقوا جيمس وخدوا ومشي. راحوا يدوروا على واحد اسمه رامفلات تبع عمر. راح جيمس يدور على الولد ده، وبعت بن يكلم واد صغير اللي كان اخوه. ولما مسك جيمس رامفلات ساله عن المجموعه الصربيه وعلاقتهم بعمر، قال له ان المجموعه الصربيه هيبيعوا معدات لعمر. سابوا جيمس وراح ركب العربيه، والولد الصغير قعد يزعق وقال للناس ان بن بيحاول يتحرش بيه. بن طلع يجري وركب عربية جيمس ومشي، وخدوا وداه نادي الرماية علشان يعلمه، واختار مسدس كبير قوي معرفش يمسكه. اداه جيمس مسدس صغير، ولما ضرب ما جابش ولا واحدة، وقال له انا متعود على الاسلحة التقيلة. جاب له بندقية فيها طلقة كبيرة، ضرب طلقة وخبط في الحيطة اللي وراه. ولما خرجوا سألوا البنت عن الأسلحة التقيلة، قالت لهم إن في رشاش جديد M92. وعرف بن على طول إن السلاح ده صربي لأنه بيلعب ألعاب فيديو. ولما عرف جيمس ربط الأحداث دي بعمر، وكلم جيمس الاتنين اللي معاه وعرفهم المعلومات كلها. وبعدها استلم ندى تاني، وكان في واحد اسمه كودي المجنون في سوبر ماركت وعمال يخرب فيه. ولما وصلوا جيمس قال لبن روح واقبض عليه. بدأ الشخص يتجنن أكتر، ومسك بن وقعد يضرب فيه ويرميه بالمعلبات، وكان حاطط على جسمه عسل. وفي الآخر جيمس قبض على كودي ووداه القسم. وساعتها انهار بن وعرف إنه مش هينفع يبقى شرطي. اتصلت بيه إنج خطيبته وقال لها على كل اللي حصل معاه. قالت له إن جيمس معاه واحد صاحبه اسمه كودي المجنون، وإن الرمز 126 هو رمز للقضايا المزعجة. فهم على طول إن جيمس عاوز يضايقه عشان يتخلى عن الشرطة ويسيب أخته كمان. دخل اسم الشرطة ولقى جيمس وكودي قاعدين وعمالين يضحكوا على اللي حصل. وقال لهم جيمس ان بن اخر يوم ليه. ولما سمعهم بن وجاله جيمس بعدها وبلغوهم بعملية 126 تاني. وجيمس حاول يلغي الندى، بس بن مسك الجهاز وقال انهم هيروحوا وصمم. وهناك لقوا المشتبه فيه، وقال جيمس لبن روح اطلب المساعدة. بن سابه وراح للمجرمين على طول، وتوتر الوضع. وبن كان فاكر ان دي لعبة، بس طلعت حقيقة. واحد منهم خد رهينة وطلعوا اسلحتهم، وقعد بن يستفزهم. وفي الاخر جيمس خبط الترابيزه في واحد وضرب التاني في رجله وقبضوا عليهم. ولما طلعوا قعدوا يزعقوا مع بعض، وجيمس عاوزه يسيب الشرطه. وبن قال له اذا روحتني هتصل بالملازم واقول له انك رايح تقبض على عمر ومش هتسيبه. بعدها جيمس خده معاه، وبن في الطريق قال له على كلام الولد الصغير. فاكتشف جيمس ان ران فلات واحد تاني، فخد بن وراح معاه لمحل. ولما فتح دخل جيمس وضرب الراجل ودخل جوه، ومسك واحد اسمه جاي وبيحقق معاه بس مرضيش يقول له على حاجه. ولما طلع بن مسدسه
نفسه طلب من الواد ده انه يقول لهم على العمليه السربيه وامتى هتتم. برضه الواد مش عايز يقول لهم حاجه. فبن ضربوا رصاصه في كتفه واتفاجئوا كلهم، وساعتها سابوا جيمس عليه، وبدا يعترف لهم جي بان العمليه هتتم في المصنع القديم في هوبر الساعه 9 بالليل. وبص على بن وقال له بعد المجنون ده عني. ولما مشيوا بلغ جيمس المساعدين بتوعه وقال لهم اطلبوا الدعم وقابلوني عند المصنع القديم، واخد السلاح من بن. ولما وصلوا عند المصنع القديم قال لبن استنى في العربية، ودخل المصنع ومعاه مساعدينه اللي صوبوا أسلحتهم عليه فورا وطلعوا شغالين مع عمر. وراح بن يشوفهم من الشباك، ولما شاف الوضع دخل المصنع القديم على انه عمر، وعمل الدور بإتقان لان مفيش حد شاف عمر قبل كده. وضرب النار على رجل واحد فيهم وقعد يتكلم على كل واحد فيهم شوية، وجي جيمس يكلمه راح ضربه بالبنية في وشه. كلب كلب، وفكه وخده معاه ورجع بيه تاني. وساعتها جه عمر الحقيقي وكلم جيمس وقال له خليك معايا، ولما رفض وجه السلاح ناحيته، وجيمس قال له ان الاسلحه كلها بايظه. وقبل ما ينتبهوا ضرب جيمس واحد من رجالته وسحب بن وابتدى الضرب. وجيمس انبهر بمعلومات بن عن الاسلحه، ورموا قنبله ناحيتهم ومسكها بن ورماها تاني قبل ما تنفجر، ورموا واحده تاني ومسكها برضه ورماها. وجيمس مش مصدق نفسه، واخد بن شنطه الفلوس قبل ما القنبله تنفجر وجريوا بره المصنع. وانفجر اخر انفجار وكان شديد قوي، وقع عمود مولع على عربيه جيمس وانفجرت. وبداوا يمشوا، واكتشف بن انه مصاب برصاصه. واتصل جيمس بالمفتش بتاعه اللي قال له ان شركائه بلغوا عنه ان هو خاين. فخد بن وراحوا المستشفى. وقتها راح شركاء جيم الانجي وعمر معاهم، وسمعهم اصحاب بن من المايك لان انجي كانت بتلعب وسابت اللعبه شغاله. واتصل اصحاب بن وكلمهم جيمس، قالوا له على كل اللي حصل. فخد بن ومشي. وهم في الطريق اتصل عمر بجيمس وقال له انا مع اختك وعاوز فلوسي. قال له انا في الطريق. ولما وصلوا كان واحد من مساعدينه بيفتش فقتلوا جيمس، ونط بن من الشباك ووقع على الارض. ولما حاول جيمس يقتل عمر وقفوا شريكه التاني وقعدوا يضربوا في بعض، وعمر مسك بن وقعد يضرب فيه وكان قده مرتين ثلاثه. وشريك جيمس ضربه بطلقه في كتفه وكان هيكمل عليه لولا ان انجي فكت نفسها وضربته بطاسه بتاعه مطبخ ومسكها عمر وطلع معاها. خرج وراهم جيمس وحاول عمر يقتله، بس بن كان فاق وطلع على العربيه وضرب عمر برجله. وجيمس راح ضربه رصاصتين وقبضوا عليه. وجه المفتش بتاعهم وشكر جيمس وبن كمان. انتهى فيلم النهارده يا شباب. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل شير لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.